أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج سي في على قناة الصحة والجمال. هيكون النهاردة معانا شيف قناة بتاعتها الصراحة حلوة جدا. احنا دخلنا فيها لقينا فيها حاجات حلوة قوي، فقلنا لها تعالي النهاردة معانا وهتعمل لنا وصفات جميلة قوي إن شاء الله هتعجبكم. وهيكون معانا الشيف أسماء عبده بنت المنوفية. أهلا وسهلا يا أسماء. اهلا وسهلا بك. هتعملي لنا إيه النهاردة؟ هنعمل النهارده كفته المشاوي، ترند المطاعم. أيوه مشهوره جدا جدا جدا، وطبعا داخلين على العيد بتبقى حاجه جميله جدا جدا، حاجه مميزه بطريقه مميزه وسهله، مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. طيب وإيه تاني؟ وهنعمل كمان كبده اسكندراني، وهنعمل سلطه مشاوي، سلطه طحينه، وعملنا لقمه المشاوي اللي هو العيش الشامي. تمام. طب يلا ابتدي لنا بقى كده والحاجة يلا. طيب اول حاجه هنبتدي بالكفته، هنعملها بطريقه مميزه جدا. معايا لحمه مفرومه، معايا كيلو لحمه مفرومه، معايا بصلتين متوسطين، ومعايا نص ليمونه بتديها تستك كويس جدا جدا، ومعايا طبعا فصين توم انا فرماهم مع البصل، وميه البصل انا شايلاها عشان اصبع بيها الكفته. تمام. ومعايا 3 معالق نشا، ومعايا خضره او حزمه بقدونس، حزمه كزبره، يعني اللي عندك حطيه ايا كان، او خضره وخلاص. تمام. ومعايا هنا البهارات بتاعتي مشكله، معايا ملح، فلفل اسمر كده معايا. ايوه ملح، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، كمون، ربع معلقه قرفه، بهارات مشكله بتاعت الكفته. حابه تحطي بهارات كده واضحه. ايوه حطي بس على اللحم بقى، حطي الخلطه كلها على اللحم يلا. حابه تحطي بهارات بتاعت الكفته ماشي، حطي بهارات مشكله عندك ماشي. خلاص كده بقى هنبدا اهوت نحط كله على بعضه. معايا اللحمه اهي الاول، هنحط البصل عليها. معايا بصلتين متوسطين يا بنات، ومعايا 3 معالق نشا. طيب النشا دي فايدتها ايه؟ بتمتص السوائل اللي في البصله لو فيها سوائل، وبتحافظ على طراوه الكفته من جوه، يعني بتخليها طريه معايا من جوه وجوسي وجميله كده. ومعايا الخضره، هنحط ده كله في الكبه بقى الاول. مش هتطلع؟ مش هتطلع؟ طيب ماشي. القناه بتاعتها قناه ملكه الطبخ ام مروان على اليوتيوب، بتنزل وصفات جميله قوي واشكال تورتات بقى وحلويات، حاجات جميله قوي بصراحه في القناه عندها. تسلمي لي يا نانا. لازم تتضرب كويس يا بنات، يعني 5 دقايق كده تضربها كويس جدا عشان تبقى هشه معاكي وتبقى كويسه معاكي. وهنعجنها برضو عجنه خفيفه كده بايدينا عشان نبدا نصبعها. لازم تعجنيها كويس. ماشي. هي البهارات دي بتاعت الكبده صح؟ طب والكبده بقى البهارات بتاعتها دي ايه يا اسماء؟ نخلص بس الكفته عشان ما يتوهوش معانا. معايا ميه البصل اهي بقى، هبدا الك بيها كده. هتحطي زيت في القلايه الاول اه، اللي هو الزيت ده، تحطي بقى تعملي في تبداي تصبعي زي ما انت عايزه بقى كده، الحجم اللي انت عايزاه تصبعيه اهو زي ما انتم شايفين كده. بتلقي ايديكي بالبصل، لو عندك معلقه صلصه حطي، مش حابه خلاص. اهي يا بنات، نقطه زيت على الجريل. نبدا نصبع كده. طبعا انت لو حابه تحطيها في الفرن بتحطي طماطم تحت وبصل. تمام.
حابه تشوي خضار معاها اشوي، يبقى جميل جدا. النشا بتدي طراوه جامده للكفته. لا ده هو لازم الكل اللي يتابعك على القناه بتاعتك، قناه ملكه الطبخ ام مروان، عشان خاطر الاكلات بتاعتك دي. تسلم يا نهى. انت عملتي العيش دوت امبارح ونزلتيه على القناه صح؟ ايوه، والعيش ده بقى ايه مقداره ايه؟ لقمه الشامي. اسمه كده لقمه الشامي؟ لقمه الشامي او ده اللي انت هتعملي فيه الكفته صح؟ او عيش المشاوي. ده اللي هتعملي فيه الكفته ولا ده اللي بيتاكل فيه ده الكبده؟ للكفته والكبده، يمشي الاثنين، ده اللي ماشي ترند دلوقتي المطاعم. عيش الشامي او لقمه المشاوي، ما بياخدش اكتر من نص دقيق وظرف خميره وكوبايه ميه ونص معلقه ملح، بس كده، مش هياخد اكتر من خلاص كده. ماشي. طبعا اشتهر في المطاعم الفتره اللي فاتت ديت الكفته، سندوتش الكفته. احنا هنقدمه النهارده زي ما بيتقدم ان شاء الله، وممكن بطريقه مميزه احسن واحسن كمان. كده بقى كفته وابتدي نعمل ماشي. كده. اه ممكن تهديلي النار شويه يا نهى؟ طبعا انت لو حطيتها في الفرن بتبقى احسن واحسن. اكيد. هي دي مطلع عليها. وصفه ايه تاني بقى الشيف اللي موجود معانا؟ الكبده. معايا الكبده هنبدا نعملها. شوف حاجات الكبده كده. يلا هاتي مقادير الكبده. كبده اسكندراني. معايا كبده اسكندراني هنا، لازم تكون متقطعه زي ما انت شايفه كده.